السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نتقاسم معكم بما أن العيد قرب فإن شاء الله غادي نبداو التحضيرات ديال حلويات العيد. وأول وصفة غادي نتقاسمها معكم هو هذا الفقاص غويال، فقاص ملكي هذا كيسميوه، حيت فعلا اسم على مسمى، ماشي حاجة راقية وبنينة في نفس الوقت. ما غاديش نقول لكم اقتصادي لأن فيه اللوز والكركاع، حاجة فيها اللوز والكركاع مبقاتش اقتصادية. ف ولكن كنتمنى تجربوه، صراحة كيجي خطير، واخا ديروا غير القياس اللي غنعمل أنا وراه كيجي زوين. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا كاس الا ربع ديال السكر، عندي كاس ديال الزبدة والزيت، يعني نص كاس د الزيت ونص كاس ديال الزبدة دايبة، عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال الماء زهر، ومعلقة صغيرة ديال الملحة، وساشي ديال الزهر، وواحد خمارة، وعندي جنجلان باش غادي نفندو من الفوق، وغادي ندير حتى شوية في الوسط. وعندي هنايا اللوز والكركاع، ديروا 200 غرام 200 غرام بركة. وعندي هنا واحد البيضة فيها شوية ديال نسكافيه وقطيرة الخل باش غادي ندهنو الوسط، وغندهنو حتى من الفوق، والدقيق حسب الخليط. الطريقة غادي ساهلة مهلة، يعني ما فيها حتى شي تعقيد، ساهلة مهلة. هاد الفقاس الا جربتوه راه انا متأكدة غادي يعجبكم، غيجيكم اسهل من هذاك الفقاس الاخر اللي كنعملو داك البلدي، يعني المعتمد العادي. هذا غيجيكم ساهل وزوين حتى في المذاق ديالو، ما كيجيش حلو، كيجي يعني واحد المذاق فيه مميز، يعني خليط بين الحلو والملح. كيجي مزيون بزاف. هنايا عملت هذيك البيضة، عملت معها السكر، وغادي نعمل هنايا الزيت والزبدة، يعني نص كاس ديال الزبدة دايبة ونص كاس ديال الزيت، يعني انا عندي هنا نص كاس من الحاجة، يعني نفس العبار في كل شيء، لا في الماء لا في الحليب لا في الزيت لا في الزبدة لا في كل شيء، ما زهر حتى هو، كل شيء غادي نعمل نص كاس. بغيتو تضاعفوا المقادير فانتم غادي تعملوا كاس 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 وجوج ديال البيضات، ولكن غادي تزيدوا الكميه ديال اللوز والكركاع، لان تبارك الله كيدي بزاف اللوز والكركاع. كما كتلاحظوا انا درت المكونات كاملين كنعمل وانا كنطرب في نفس الوقت. صافي كنخلي الدقيق هو اخر حاجه، يعني بحال اللي كنعملو دائما في الكيك ولا في اي حاجه، في اي حلوه تقريبا، ماشي في حلاوي كاملين، كاين حلاوي اللي ما كيكونش فيهم الدقيق هو الاخر. صافي غادي يبقى لي هنايا غير الدقيق. بالنسبه للعبر ديال الدقيق، وهنا الصراحه ما عبرتش، وانا اصلا ما كنعبرش دائما الدقيق عندي ما كنعبروش، عندي مشكل مع الدقيق، كنعمل الدقيق حسب الخليط حتى كنوصل للقوام اللي بغيت. صافي صافي كنحبس، ما كنبقاش نزيد الدقيق، ولكن غالبا راه فايته نص كيلو ديال الدقيق. غادي ندير هذيك الخماره ونكمل نجمع بالدقيق حتى تجمع لي العجينه. العجينه ما كتكونش قاصحه، يعني العجينه لينه مزيانه عاديه، يعني ماشي قاصحه وماشي جاريه. غادي نوريكم القوام ديالها. هنا كما كتلاحظوا انا كنجمع في العجينه، غادي يبقى لي غير شويه، صافي غادي نزيد غير شويه ديال الدقيق ونحبس باش ما نقصحش العجينه عاوتاني. كتعجنوه عادي ماشي مشكل، ما تخافوش منه، تخافوش زعما من العجينه انها تدلك ولا شي حاجه، يعني عادي عجنوا العجينه ديالكم عادي جدا، ما تخافوا منها والو، ماشي بحال عجينه الصابلي. غادي نزيد مازال واحد شويه ديال الدقيق وصافي، نوصل للقوام اللي بغيت وصافي، وغادي نحبس. كنبقى كنزيد غير شويه بشويه باش ما نقصحش العجينه عاوتاني. صافي هنا كما كتلاحظوا ها هو القوام ديال العجينه، هانتوما ماشي قاصحه وماشي جاريه، تحصلوا على القوام ديالها بحال هكا. صافي هذا هو، يعني هذيك هي الكميه اللي غادي تدخل لينا ديال الدقيق. صافي غادي نديرهم على شكل كويرات، وغادي نطلقوهم، ما نخليهم لا يرتاحوا ولا حتى شي حاجه، يعني عادي نخدموا بهم ديك الساعه. كنطلقوهم وكنبداو كنعمروهم باللوز والكركاع، وممكن تزيدوا اضافات يعني مكسرات، نتوما لكم الاختيار، زيدوا ديروا الزبيب، ديروا لي فخوي كونفي، ديروا
كاجو، ديروا المهم اللي بغيتو في المكسرات، نوعوا اللي بغيتو على حسب المتوفر عندكم. كنستعين بواحد شويه ديال الدقيق وكنطلق العجينه. شوفوا العجينه كيف يعني لينه وزوينه في الخدمه، ما كتعذب ما والو. حاولوا نعطيوها شكل مربع باش ملي نلويوها تكون مقاده من الجناب. غناخد البيض، ديك البيضه اللي طربنا مع شويه نسكافيه، وغادي ندهن الوسط ديال العجينه ديالي مزيان. البنات سمحوا لي بزاف على هاد ما عرفتش شنو المشكل عندي في الكاميرا. كتضبب بحال كتضبب عاوتاني كتصفى. ما عرفتش شنو المشكل. عييت من نشوف هذاك البارامتر ديال الفيديوهات هذا باش نشوف فين المشكل. ما عرفتش الصراحه، ما عرفتش فين كاين المشكل. كتبقى تصور ومن بعد كتضبب وكتصفى وكتضبب وكتصفى. ما عرفتش شنو علاش، شنو السبب، ما عرفت صراحه. مشكل. صافي كناخد هنايا اللوز والكركاع وكنستفهم. ممكن تستفوهم يعني وحده حدا وحده وحده حدا وحده، ولكن غيخدمكم شويه الوقت. انا هكا كنحطهم وصافي، ما كنستفهم ما حتى شي حاجه. يعني كنحط وسيرتو الا كان عندكم اللوز والكركاع قلالين شويه، يعني ما كتارش، ما يعني واخا بلا ما تلصقوهم مع بعضياتهم، ديروا غير بحال اللي درت انا وصافي. صافي وكنكمل الكميه اللي عندي، يعني نعمر هذيك البلاصه. وغادي نرولي هذاك نرود العجينه ديالي على الفقاص ديالي. وغادي ندير هنا شويه ديال الجنجلان. وهنا كما قلت لكم المكسرات، ضيفوا اللي بغيتوا في المكسرات. وحتى الا عملتوا هذاك الفواكه معسله، كاينين واحد الفواكه معسله وهي ناشفه، غتلقاوها عند اللي كيبيعوا اللوازم الحلويات. هذيك زوينه في الفقاص، كتجي نسبق لي جربتها، كتجي غزاله في الفقاص. تقطعوها داك ماشي بحال هذيك الاخرى كتكون معلكه وكتكون مفازقه، لا هذه كتكون ناشفه وفيها الالوان. كتقطعوها طريفات صغيورين وكترميوها حتى هي في الفقاص، كتجي صراحه رائعه، لا في اللون ولا في المذاق. وصافي كما كتلاحظوا هنايا انا كنحاولوا نخليو هذاك الطرف الاخراني خاوي شويه باش يلصق لينا، وكنديرها على شكل بودان كما كتشوفوا هكذا. صافي وغادي ندهنها من الفوق. هنا في هذه المرحله ممكن تضيفوا تلصقوا من فوق منها لوز ايفيلي، وكان زعما كان احسن، وحتى في الشكل كيكون المنظر احسن واحسن. انا ما توفرش عندي، درت غير جوج، انا خدمت غير داكشي اللي عندي صافي. وقلت نشارك معكم، وانتم ديك الساعه لكم واسع النظر، يعني نتوما تفننوا، عمروا باش ما بغيتوا. ومن الفوق ديروا اللوز ايفيلي، يعني كان احسن. وهو اصلا هاد الفقاس غويال كيبغي يكون باللوز ايفيلي، يعني ديال الوصفه الاساسيه ديالو باش كيكون نيت غويال نيت. والججلان راه غير هو اللي توفر عندي ودرتو صافي. صافي انا درتهم وغادي ناخذ خديت واحد الابره وثقبتهم، وغادي ندخلهم الفران. يعني ثلاثه د الحاجات اللي كيساعدوا في نجاح الفقاص، وهما الفران بارد، والفران تخليوه محلول ما تسدوش، وتقبوا الفقاص قبل ما تدخلوه. هنا كما كتلاحظوا الفقاص ديالي من بعد ما طاب خليته برد، خليوه برد ليله كامله. انا صراحه زربت عليه قطعته سير بلاص، ولكن نتوما خليوه يبات ضروري، غيتهرس لكم، يعني هذه حاجه اكيده. خليوه يبات، وعاد الغد اللي قطعوه بواحد المسلي هو ماضي، ودخلوه الفران يتحمر.
كيجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم وجربوه. يعني أنا كننصحكم أنكم تجربوه، كيجي المذاق رائع. نتلاقى معكم فيديو آخر، والسلام عليكم.